جرادي شار يطالب الأهلي بتخفيض تسعيرة الرحيل خلال ميركاتو الصيف. طلب السلوفيني نيس جراديشار مهاجم الأهلي والعائد من رحلة إعارة إلى أوبيشت المجري تخفيض المقابل المالي من أجل الاستغناء عنه بعدما حددت الإدارة الأهلوية مبلغ 2 مليون دولار لرحيل اللاعب إلى أي نادي، ويرغب اللاعب السلوفيني في الوصول إلى صيغة تفاهم مع الأهلي بشأن تسعيرة الرحيل من أجل تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة. أكد الإعلامي أمير هشام أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي في تواصل دائم مع محمد عبد المنعم لاعب الفريق السابق والمحترف في صفوف نيس الفرنسي حاليا، مشيرا إلى أن الرغبة تظل كبيرة في استعادته لقيادة الدفاع خلال الموسم المقبل، لكن هناك بعض الأمور التي تعيق ذلك. وقال هشام أن الأهلي متواصل بصفة دائمة مع محمد عبد المنعم، لكن اللاعب لديه طلبات مالية كبيرة ومن المستحيل تنفيذها. وأوضح أن عبد المنعم وصلت مطالبه المالية إلى رقم فلكي يرغب في الحصول على مبلغ يصل إلى 3 مليون دولار سنويا، وهو الأمر الذي كان صادما لإدارة الكرة بالأهلي والتي رفضت الأمر جملة وتفصيلا. وأشار إلى أن فكرة عودة عبد المنعم باتت صعبة للغاية، ولكنها ممكن أن تحدث وفقا لسقف الرواتب الذي حدده النادي مؤخرا. أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك استقرار لدى مسؤولي النادي الأهلي من أجل الاجتماع مع محمد مجدي قفشة ومحمد شريف خلال الفترة المقبلة من أجل إبلاغهما بقرار النادي برحيلهما عن الفريق. وأضاف هشام أن الجلسة ستكون خلال الأيام المقبلة، وسيتم التأكيد على وجود تقدير شديد لدى مسؤولي النادي الأهلي لما قدمه الثنائي شريف وقفشة على مدار السنوات الماضية. إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي. كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن أولى صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي على إكس أن المغربي ريان ماييه مرشح بقوة للانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية. موقف الأهلي من تمديد عقد إمام عاشور. أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي أنه سيتم تقديم عرض رسمي لإمام عاشور لتمديد تعاقده وتعديله ماليا عقب عودة اللاعب من كأس العالم التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 19 يوليو المقبل. وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة أن عقد إمام عاشور الحالي ينتهي بعد عامين، وبالتالي لا توجد ضغوط زمنية على القلعة الحمراء لحسم الملف بشكل عاجل. وأضاف: لدينا توجه لتعديل وتمديد العقد خلال الفترة المقبلة تقديرا لدور اللاعب الفني، لكن التركيز أولا على الملفات الرياضية والمنافسات المهمة. وجه النادي الأهلي المصري تهديدا صريحا إلى لاعبه أحمد مصطفى زيزو قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد. وأذاع قناة مودرن MTI تقريرا قالت فيه أنه تم التواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية لتخفيض عقده. وأوضحت القناة أن عقد زيزو مع الأهلي يتراوح بين 60 و 65 مليون جنيه مصري في الموسم الواحد، وفي ظل رغبة النادي في تخفيض الرواتب والمحافظة على سقف الرواتب سوف يتم التواصل مع اللاعب لتخفيض راتبه. وأضافت: الأهلي يرغب في تخفيض عقد زيزو بنسبة ليست كبيرة، وذلك كي يوافق اللاعب على هذا الطلب. وفي حالة رفض زيزو تخفيض عقده، قالت القناة أنه في هذه الحالة قد يضطر النادي الأهلي للاستماع لأي عروض تصل للاعب كي يرحل عن الفريق.